استنوا بقى يا جماعه، انا مش بحب الزحمه. واحد واحد كده اخد اساميكم وخشوا للاستاذ هاني جوه، شوفوا انتوا عايزين ايه وان شاء الله موضوعكم هيتحل. ماشي يا استاذه، اكتبي ليلى عبد الغفور. يا استاذه ما انا جاي قبلك يا استاذه، في ايه؟ انا مش بحب الاول والتاني دوت، احنا مش في مدرسه. يا انا اسمك ايه؟ ليلى عبد الغفور حضرتك. وانت اسمك ايه؟ ابو هليل البحير ان شاء الله. ماشي، اتفضلي يا ليلى. ماشي، خشي يا ملك. ايه يا بنت الدوشه اللي عندك بره دي؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا مستر هاني، بس عشان العملاء كتير. طب ما تخليهم يخشوا، مستنيه ايه؟ اتفضلي. السلام اتفضل يا عليكم. فندم. سلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك. كنت عايزه ارفع قضيه خلع، وسمعت يعني ان حضرتك اشطر واحد في القواضي دي. طبعا انت تأمريني، ده انا اخلعه لك واخلع لك اللي جابوه كمان. بس معلش كنا عايزين نعرف الاسباب بس عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. دلوقتي يا استاذ 24 ساعه مش قاعد في البيت، ولا محتويني ولا مديني اهتمام. هو بس كل اللي عليه يديني الفلوس، وبعد كده بشوفش وشه تاني خالص في الشقه. مقصر مع حضرتك يعني؟ ايوه بالظبط كده. طب تمام. هو جوز حضرتك شغال ايه؟ شغال شغلانتين. شغلانتين يعني 24 ساعه مش موجود؟ ايوه بالظبط كده، ومفيش اي اهتمام خالص منه. المفروض حتى يفضي نفسه شويه يقعد معانا. والبنت على طول بتقول لي هو فين بابا، بابا وحشني قوي. لا عندك حق بصراحه، يعني هو شغال 24 ساعه في ال 24 ساعه عشان خاطر يقدر يكفي حضرتك ويكفي بنت حضرتك ديت مصاريف، وتيجي انت في الاخر عايزه ترفعي عليه خلع. روح حضرتك خلي بالك من بيتك وخلي بالك من بنتك، ده جوزك عايز اللي يحتويه. هو حضرتك انا جاي لمحامي ولا جاي لمصلح اجتماعي؟ بص حضرتك، الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول هتعرفي قيمتهم بعدين. جوزك شغال وشقيان، هو مش بيتصرمح مثلا ولا قاعد على قهوه مع اصحابه، ده شغال وشقيان 24 ساعه عشان خاطر قلت لك يكفيكي انت وبنتك، يعني يوفر لكم العيشه كويسه. بكره بقى لما تروحي لمحامي تاني شمال ويرفع لك القضيه اللي انت بتقولي عليها ديت وتطلقوا وتترمي في الشارع انت وبنتك، تعرفي قيمه الكلمتين. قومي يا استاذه، قومي خلي بالك من بيتك وخلي بالك من جوزك. جوزك عايز اللي يحتويه مش هو اللي يحتويكي. ايه اللي احنا فيه ده على الصبح؟ اللي بعده يا بنتي. حاضر يا استاذ. فين الاستاذ ابو هليل البحير؟ ايوه قدامك اهو يا فندم. اتفضل. تصدقي والله يا بنت يا مليكه، محامي عنده ضمير، ربنا يبارك له. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك امرني. ما يامرش عليك ظالم. الله بقول لك يخليك. كنت عايزك في مشكله كده ان شاء الله، يعني انت قدها. بإذن كانت الله. مراتي رافعه عليا قضيه نفقه وكسبتها، تمام. فانا كل شهر بدفع مبلغ، فانا عايزه ايه اقتص المبلغ ده، مبلغ كده عايز منه. تخنق عليهم يعني بمعنى الاصح، مش عايز تديهم المبلغ ده مثلا. تمام، سهله وبسيطه خالص. بس هم حلين اللي قدامنا، هنطعن بالنسب بتاع الاولاد، حلو تمام. الكلام، ونطلب تحليل دي ان ايه. بس ما تنساش ولادك لما يكبروا لا هنقول يا لهم استاذ ولاد ما تكملش يا استاذ، لا شوف لنا حل يا استاذ، ما يكونش فيه اي اهانه. يعني انت متاكد ان دول ولادك؟ ايوه متاكد ان دول ولادي. امال فيه مش عايز تصرف عليهم ليه؟ بمعنى صح انا عايز اخنق عليهم وعلى امهم يعني. طب ليه؟ ايه الهدف من الخنقه عليهم وعلى امهم؟ هتستفاد ايه؟ اهو يعني انا مفيش حاجه اسمها اهو. حضرتك متجوز صح؟ متجوز تاني يعني صح؟ فعايز تخنق على البيت الاولاني على حساب البيت التاني، او ما اعرفش انتوا بتعملوها ازاي يعني. بص يا استاذ، عامه اللي انت جاي فيه ده غلط في غلط. طالما دول ولادك من صلبك يبقى لازم تصرف عليهم ولازم تصرف على مراتك، دول ملزمين منك. اي حاجه غير كده واي حد هيعمل لك حاجه غير كده هيبقى بيضرك مش بيفيدك. ما تنساش ان ولادك دول لما يكبروا هيبتدوا يواجهوا ناس ويبقوا في الشارع، انما اما انت تخنق عليهم ونعمل اللي احنا هنعمله دوت، ما تنساش يعني نظره المجتمع عليهم هتبقى عامله ازاي. فنصيحه يعني خلي بالك من ولادك واصرف عليهم ومفيش اي مشكله. لو عرفت ترجع مراتك دي كمان رجعها، عشان في الاخر اللي هيشيل ليله الاولاد. توكل على الله، حلك مش عندي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مش عارف ايه ده، احنا مشاكل زوجيه ولا ايه النهارده؟ اللي بعده يا بنتي. دقيقه. طيب الاستاذ اللي جوه يطلع وادخله. مفيش مشكلة. كنت عند المحامي مش لازم بقى تعرفي كل حاجه دلوقتي. اللي بعده يا بنتي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ازيك؟ استاذ. الله يخليك. ازيك حبيب قلبي؟ الحمد لله تمام. وامورني تحت امرك. والله كنت عايز ارفع قضية حجر على ابويا. قضية حجر عينينا الاتنين، بس كده. بس في سؤال بس معلش، اتفضل. هل في اسباب ولا هي طالبه مع حضرتك كده؟ اسباب. بص كانت المدام عندي عايزة تفتح سنتر، بيوتي سنتر وبتاع، كوافير بصراحة- يعني. بصراحة هي اللي اقترحت عليا الاقتراح ده، تمام. فلقيت دماغها شغالة فقلت لها خلاص انفذ لك اللي انت عايزاه. والحاج مش راضي الوالد؟ لا مش راضي خالص، طلبت منه كذا مبلغ كذا مرة فما رضاش يديني فلوس. لا غلطان، ازاي ما يعملش كده؟ بص انا اقول لحضرتك كلمتين، اتفضل. عايز تعمل بيهم تعمل، مش عايز تعمل انا عينيا الاتنين ارفع لك القضيه. انا مش يعني مش خسران حاجه، بس انت هتحجر على ابوك النهارده، ده ابن حضرتك ده صح؟ ابني. تزعلش مني، بكره ابنك ده هيحجر عليك ان ملوش خير في اهله، ملوش خير في اي حد تاني. هي دلوقتي
وعصتك على ابوك وخليتك جاي تحجر على ابوك بعد العمر الطويل ده كله، بعد المصاريف اللي صرف حضرتك متعلم طبعا. حضرتك انا كنت بدرس بره في جامعه امريكيه وكده، وكان بيصرف عليا. تمام، يعني الحاج ان شاء الله ما يسر الحال، يعني ما كانش بيستخسر فيك اي حاجه. لا بسم الله ما شاء الله، يعني عنده من الاملاك كتير يعني. طب نصيحه، باباك شايف اللي انت مش شايفه، اللي معاك دي، الزوجه اللي معاك دي زوجه لا تصلح ان هي يعني تفكر لك في حاجه زي كده. ما تزعلش مني، هي ممكن بكره هي اللي تحجر عليك. توكل على الله، ونصيحه مني ما تخليهاش على ذمتك، وابوك عندك بالدنيا. سمعت؟ هتتطلق النهارده قدام. لا من غير طلاق ومن غير خراب، يعني بالراحه كده حلوا مشاكلكم. استاذ محمد عملت ايه؟ لا والله الله يبارك له، الله يبارك له ويعمر بيته. يلا يا ابني حلينا المشكله والله. ايه ده؟ اللي بعده يا نور. مفيش بعد يا مستر هاني، كده خلاص الزمان خلصت وما عملناش ولا بربع جنيه النهارده. طب وايه المشكله يا نور يعني؟ مفيش مشكله، احنا بقى كده نكتب على الباب بره نشيل كلمه محامي ونحط حلال للعقد. لا حول ولا قوه الا بالله. وايه المشكله يا نور يعني؟ مشكلتي بس يا مستر هاني، هو كل اللي يجي تحل له المشاكل بتاعته، المفروض انت محامي بترفع قضيات. بص يا نور، انا اقول لك على حاجه، انا ممكن بشغلتي دي الباطل اخليه حق، بس ترضي اللي احنا ندخل فلوس حرام يا بنتي؟ لا مرضاش. طب امال ليه بقى؟ ماشي يا مستر هاني. انا مش عارف ايه يا نور، وبعدين ربنا بيرزق. الو، ايوه مع حضرتك. لا مش معقول. طب الحمد لله، الف مبروك يا سيدي. عادي مفيش مشكله، هات لي الفلوس في اي وقت او عديها على البيت، مفيش مشكله اللي انت عايزه. تمام ماشي سلام. شفتي؟ مش لسه بقول لك رزقك هيجيلك لحد عندك؟ فاكره قضيه الوقف اللي كنا رافعينها من سنتين؟ بس ده قديمة قوي. قديمه قوي، والحمد لله الراجل كسبها النهارده اهو، ومودي لي على البيت 2 مليون جنيه. بجد والله؟ شفتي بقى؟ بقول لك رزقك هيجيلك، مش لازم تشتغلي شمال عشان يبقى معاكي فلوس. يلا توكلي على الله، شوفي انت بتعملي ايه بره. ماشي. ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، مش هنغير مبادئنا يعني عشان خاطر حد. ايوه على جنب هنا لو سمحت. ماشي يا استاذه اتفضلي. كده كام؟ خلاص طب يا استاذ، ربنا يخليك. يبقى 10 جنيه ان شاء الله. اتفضل. يجعل صباحك زي الورد. ايه ده؟ توك توك يا توك توك يا توك توك. توك توك. ايوه يا ريس. اتفضل يا هندسه. حبيبي. على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين؟ اخر الشارع. ان شاء الله. في يا ليلى يا بنت نزلتيني على ملوشي كده، خير في الحقني ايه؟ يا بابا، الفلوس اللي كانت في الشنطه وقعت. يخرب بيت سنينك يا ليلى، ازاي الفلوس تضيع منك يا ليلى؟ ده انا قايل لك حرصي على الفلوس، امسكها بايدك واسنانك. بص يابا، اصلا السوسته باظت ولا راضيه تقفل ولا تفتح. انا مالي ومال السوس، انا قايل لك حرصي على الفلوس يا ليلى. يا ليلى دي مقدمه الشقه الجديده، حرام عليك. عاجبك الحق اللي احنا عايشين فيه دوت؟ بصراحه يا بابا ما تقلقش، انا كنت حاطه في التوك توك، كان معايا GPS في الشنطه، رحت حاطاه في التوك توك من ورا. وايه GPS ده كمان؟ اللي يا بابا بيعرفك التوك توك فين مكان. طب وجايه لي ليه؟ ما رحتيش وراه ليه؟ تعالى يا بابا هنروح وراه. هنروح جايه لي بعد ما يكون تاه فوق السكاتك. اجري يا ستي. بس على جنب هنا يا اسطى، الله يبارك. ماشي يا هندسه اتفضل. حسابك كام كده يا اسطى؟ خلاص طب يا هندسه، الله يبارك. يبقى كده 100 جنيه ان شاء الله. مش كتير يا اسطى؟ مش كتير، انا واقف مستنيك بقالي بتاع نص ساعه. يا عم خد يا عم، نهارك ابيض. بقول لك ايه، أمور. لو حد سالك على امانه ضايعه منه، ده الكارت بتاعي وفي رقمي، خليه أيوة. يكلمني. امانه ايه؟ لقيتها في الشارع يعني ولا؟ يا عم لقيتها وخلاص، لو حد سالك ووقفك وحاجه ضايعه منه يجي يديني امارتها وانا عرفني هديها. يعني، ولا حد في الشارع يوقفني يقول لي طيب ولا عشان ابقى فاهم بس؟ يا عم انت لما حد يكلمك على اي حاجه ضايعه منه، خليه يكلمني وهنعرف اللي ضايع منه. ساعه يعني؟ بقول لك امانه، لا فلوس. تليفون. بس فلوس. بس كام طيب يا باشمهندس؟ يا عم وانا اقول لك كام اللي هيجي يديني امارتهم وفيهم اعدادهم قد ايه. طب لقيتهم في المكنه يعني؟ يا عم انت بتهري كتير ليه؟ انا قلت لك اللي لقيتها، لو حد سالك رن عليا. ماشي اتكل على الله يلا. ولا اخر 38 ده؟ ايوه هو ده. بقول لك ايه؟ ايه يا بابا؟ هو شكله التوك توك ده؟ احنا قدامنا 100 متر يا بابا بالظبط. اهدى عليا، انا عارف التوك توك، مش عايز صوتك يعلى بقى وتعملي لي في حكايات، عشان ده سواق توك توك وعايز يتكلم معاه بالهداوه وبالراحه عشان نعرف نطلع الحاجه بتاعتنا. أيوة عشان لو بابا. دخلنا عليه كشملنا معاه ولا كشمل معانا مش هنخلص واقول لك انا ما شفتش حاجه. خلاص ممكن تسيبيني بعد اذنك، ما تفتحيش بقك، انا اللي اتكلم. ماشي يا بابا. امسكي التليفون اهو، حطيه في شنطتك عشان يقع هو التاني. تعالي يلا. السلام عليكم يا اسطى. انا ساعة الله وبركاته. معلش قصدك في خدمه كده. اتفضل يا هندسه قوم. معلش انا والله انا عارف ان انا بترخم عليك، رقبت بس يا باشا والله قوم. بعطلك شويه معايا، معلش. اتفضل. كانت بنتي راكبه معاك. بنتك؟ اه
اه انت ماشي. ركبت من شارع 90؟ بالظبط. اه. ومعلش كان معاها فلوس كده، كان مقدم شقه هناخدها وبتاع عشان انا متجوز ومعايا عيال طب كتير انا ايه وكده. ذنبي اللي انت بتقوله ده؟ ما انا جاي لك في الكلام بس. فبصراحه الفلوس وقعت منها في التوك توك، فالله يبارك لك. انت لو لقيت الفلوس هاتها وانا هديك نسبتك بما يرضي الله. توك توك يا باشمهندس، انت بتسرقني؟ مش بسرقك يا ابني والله، أمال إيه؟ عيب. انا حتى لما جيت اتكلمت معاك قلت لك معلش انا هعطلك شويه، انا مش بسرقك يا ابني. انا بقول لك لو انت لقيت الفلوس دي انا مفيش مشكله بالنسبه لي، اديك يا ابني 10% حلال احسن ما تاخد الفلوس كلها تبقى حرام تخش عليك والله العظيم يا بالخراب. هندسه انا ما خدت حاجه ولا شفت الفلوس دي. انت كده بقى شكلك الذوق مش نافع معاك. اركب يا بت، يا باشا اركبي. هتركب فين؟ هنطلع على الاسم، والاسم بقى يطلع الفلوس طالما انا جاي لك بالذوق وبالراحه وبتكلم معاك مش نافع. لا ده انا بعرف اجعر وازعق واعمل العب العب وتتضرب كمان. بالراحه عشان اقدر اساعدك. طيب يا هندسه في ايه؟ طب ما بالراحه. تاني يا عم لو هتساعدني في ايه؟ هو لقيت أنت إيه؟ الفلوس هاتها واخلص. والله العظيم ما لقيت حاجه، بس انا في زبون فعلا بعد ما هي نزلت ركب معايا وقال لي ساب لي الرقم بتاعه اهو، ساب لي الرقم بتاعه وقال لي فيه لقى حاجه. طب ما تقول كده من الصبح. عامة انا برضو مش هسيبك، احنا هنركب معاك يا باشا وتوديني انا معاه. انت خدت الراجل ده منين؟ ركب من شارع 6. طب خلاص هركب معاك، خش يا بت كده. يلا اركب ودور، يلا نخش على شارع حرام انا 6. هعمل معاك اللي بعمله دلوقتي يا هندسه. خلاص بقى بطل لك وعجن بقى، خش يا عم. ما انا بكلمك بالذوق من الصبح مش نافع معاك. الواحد يعمل خير يلقشر. لا يا عم هتلاقي خير ان شاء الله، اديك 10% باذن الله. مش عايز حاجه منك. ربنا يصلح الحال ويطلع بس الراجل ده لقى الحاجه دي ما يكونش لقى حاجه تانية. يا غالي مطرح ما انت نزلتني هتيجي تلاقيني في نفس المكان. يا عم حرام ايه؟ طب انا ممكن على فكره بسبب الكلمه اللي انت بتقولها دي ممكن اخد الفلوس وامشي عادي. تعالى هتيجي تلاقيني يا عم. ماشي سلام. السلام عليكم يا استاذ. سلام ورحمه الله هو وبركاته. حضرتك اللي أيوة رقمك هو. آخره 49 هو ده اللي كان راكب معاك؟ هو حضرتك؟ يا عم هو بيقولوا هو ولكن انا اللي سارق الفلوس. مفيش مشكله معلش. هو انت لسه مكلمني دلوقتي؟ اه انا اللي كنت لسه بكلم حضرتك. ماشي امورنا يا غالي. عمرك انا جاي اخد الحاجه بتاعتي اللي كانت واقعة ماشي، في ما هو التوك توك. الحاجه بتاعتك ادينا امارتها وانا اديها لك وخلاص. هم 43 ونص ميتينات صح يا بنتي؟ كانوا كلهم ميتينات؟ ايوه يا بابا. كلهم ميتينات. يعني هو هيكدب عليك يعني راجل زي ده يعني؟ ايه ده بقى؟ ممكن بعد اذن حضرتك انت مش جبتني يا عم وخلاص وقابلتني بالراجل المحترم؟ هم مظبوطين. مظبوطين عديتهم يعني؟ ايوه مظبوطين. تمام ربنا يبارك طب ما لك. اديتهمنيش يخليك. انا كنت اديتهم له ليه يعني؟ وانا خلاص ادوم لك يا وانا ايش أستاذ، ضمني اللي انت ما خلاص تاخدهمش يا أستاذ، وتمشي؟ هديك حلاوتهم. هو بيعمل ده كله عشان الحلاوه. ممكن بعد اذن حضرتك تسبقني بس على التوك توك؟ وانا ممكن كنت ادوم له يا غالي، ممكن ياخدهم ويمشي وانا اضمنه منين؟ لا بس هو باين عليه شخص محترم. ماشي بقى، ما مش بالشكل بقى، احنا عامة هناخد انا بالشكل. مش عارف اقول لحضرتك ايه والله العظيم. لا يا عم ده خير، انا ما عملتش حاجه، انا ما ربنا بعملش حاجه يبارك مش لك، بتاعتي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله ويا ريت يبارك. كل الناس امينه زيك كده، واللي يلاقي حاجه يديها لصاحبها. الله يبارك لك يا حاج. ربنا يخليك يا رب. طب تأمرني باي خدمه؟ لا الله يبارك طب بقول لك. لك ايه معلش، ولا أنت جنيه المفروض والله ولا افهمني اخد بس، اي انت حاجه حقك 10% من ولا اي الفلوس حاجه. دي. الله اعلم الفلوس دي بتاعت ايه. والله ده راح يستر. اجيب شقه لعيالي والله. بعدين في الراجل يفضل موقفني طول اليوم دوت، وهفضل انا قاعد انا كده ورديته باظت انا كده. ايه يا اسطى؟ ايه يا حاج؟ معلش بقى تعالى نزلنا ال 90 روحنا البيت. لا والله ده انا معلش عشان رايح مشوار تاني. لا رايح مشوار ايه؟ معايا بس حد رايح. وانا هشوف توك توك غيرك؟ معلش بقى. خلاص مفيش مشكله. ماشي مفيش بس مشكله يا ايه؟ باشمهندس، انا عايز ال 10%. انا جبت لك الفلوس 10%؟ ما انا اديك انت 10%. ما اللي لقاهم اصلا ما رضاش ياخدوا 10%. انت عايز 10%؟ هندسه من غيري ما كنتش هتعرف ما اديك توصل. انت 10% و10% اخد انا ايه بقى؟ ما تاخدوا الفلوس كلها وتروح على دماغهم. ايه ده هندسه اللي انت بتقوله ده يا وايه هندسه؟ اللي يا هندسه اللي انت بتقوله؟ يعني امسك الكارت 40,000 بتاعك اهو. جنيه كانوا رايحين. يا هندسه انا مش عايز كروت، انا عايز ال 10% بتوعي. انت هتوصلني دلوقتي وهروق عليك. هديك بص 200 جنيه. 200 ايه يا هندسه؟ اجيب لك 400,000 جنيه وتديني. هتاخدها وتوصلنا ولا هنمشي نشوف توك توك تاني؟ يا هندسه طب حتى اديني 1000 اركبي يا جنيه. بنتي اركبي. يلا يابا يلا يابا، مش هتاخد ال 200 جنيه لما توصلنا. 200 جنيه يا هندسه، ده الورديه باظت. يا عم يلا توكل على الله بقى.